داخلين مرحلة نسبيا كريتيكال في حياتكم، يجب عليكم انكم تتخذوا قرار مهم، اختيار الكلية نفسها، اختيار الميجر بتاع الكلية. if you are feeling كمية ضغط رهيبة بسبب انه عليا اتخاذ قرار زي ده وانا مش عارفة اتخذه بناء على ايه، لاني مش عارفة المستقبل ايه او السوق ايه او اي حاجة، اذن هذا الفيديو is for you. اهلا وسهلا بيكم، انا اسمي ميلودي عبدو. انا هنا المفروض بتكلم عن كل ما يخص رحلة البحث عن العمل يعني، والحاجات اللي حواليها برضو. اهلا وسهلا. لو انتوا مفروض قدامكم موقف زي ده تتخذوا فيه قرار، يعني مش لازم يكون اتخاذ القرار عصيب بالمنظر ده. ليه؟ لانه طبيعة الدنيا التغيير، سواء حضراتكم شخصيا هتتغيروا بالوقت والانترست بتاعتكم، او الحاجات اللي انتوا مهتمين بيها وعايزين تكونوا بتعملوها بالوقت هتتغير، او السوق نفسه هيتغير والمتطلبات بتاعته هتتغير. فلو انا اخترت مجال معين ادخله واتبسط بيه وعارفه ان انا هعرف ادي فيه كويس، يعني ما بقاش انا مثلا واحده مش شاطره في الارقام وادخل تجاره محاسبه يعني بالعقل برضو يعني، فانا ادخل كليه انا عارفه ان انا هادي فيها كويس، اوكي، ومن بعديها نبقى نشوف اشتغل بالشهاده دي او مش هشتغل بيها، او هقعد فتره شغاله بيها وبعدين هنقل اي حاجه تانية. ده طبيعي، الناس بتغير مجالها الوظيفي عادي جدا، بندرس حاجات تانية وبنغيرها، او سبحان الله في ناس بتجيلها فرصه كده من غير ما يدرسوا حاجه وبيغيروا برضو. فمش محتاجين تحطوا كميه هذا الضغط عليكم في اتخاذ هذا القرار. واحده واحده الدنيا بتتغير، انتوا نفسكم اللي بيعجبكم او اللي يخليكم مرتاحين ومبسوطين في حياتكم ممكن يبقى حاجة دلوقتي وبعد كده يتغير عادي. جمعوا بس معلومات، اقعدوا مع نفسكم وافهموا اساسا انتوا ايه اللي يبسطكم وايه اللي ما يبسطكوش، وايه اللي ماشي مع ظروفكم الحالية، سواء بقى من مصاريف لمسافة هضطر انتقلها عشان اروح للجامعة مثلا او اي حاجة من الحاجات دي. خدوا قرار منطقي ما فيهوش حاجة، وبالتوفيق. دي مرحلة انتوا داخلينها، مش بالضرورة ان المرحلة دي تحكم عليكم بقية حياتكم بحاجة معينة. الباور is in your hands و you can change اللي انتوا عايزينه على مدار حياتكم، وحصلت وبتحصل وهتحصل واحدة واحدة. you have got this. كانت معكم ميلودي عبدو، سعيدة بوجودكم في هذا الفيديو، ومبروك على دخولكم مرحلة زي دي، وربنا معاكم في الامتحانات. بس كده، ألقاكم الفيديوهات القادمة if you are interested في حاجة زي دي. مع السلامة.